اهلا بيكم والتقديم على شقق الاسكان اول مره وتكميلي. نركز مع بعض ونفهم عشان خاطر انا الصراحه بتفاجئ من كميه الرسائل. هي لغايه دلوقتي الناس مش فاهمه الفرق اللي بين الاول مره والتكميلي. اولا التكميلي هو اللي كان مقدم في سكن كل المصريين الخمسه او حتى اللي قبل مع اي صالح سحب. ده اسمه ايه؟ اسمه تكميلي. ده ليه المدن الجديدة. طب اللي هو اول مرة، ما هو عشان خاطر نزل لك شقق لازم تفهم برضو الاماكن اللي في الشقق دي. الكلام ده للناس اللي هي ايه اول مرة، وبعدين هخاطب التكميلي. حضرتك لازم ايه؟ لازم تفهم المناطق اللي هي في اول مرة. او انا مش عايز اقدم في اكتوبر وانا اول مره. طب يا فندم هي اكتوبر ما فيهاش اول مره. في حاجات يعني الموضوع لا لازم يبقى انا بسال اول مره ايه المدن المتاح. انا محافظه، يعني انا اي حد بيجي يخش يسالني انا عايز اقدم على شقق، بقول له اول مره ولا تكميلي؟ يقول لي اول مره. اقول له انت محافظه ايه؟ قال لي ده ليا. اقول له تمام شغال. قال لي المنيا. اقول له اه شغال تمام ليك ان انت تقدم. فين بقى ومش فين ده قصة أخرى. لكن أنت لازم تعرف أنت محافظتك أصلا ليها في أول مرة ولا لأ. طب الجيزة ليها بس فين؟ في حتة كده في العين. طب أنا أقول للناس قدموا ولا ما تقدموش؟ دي حاجة بقى أنا أقولها إيه للناس على الخاص. ممكن ما يبقاش موجود في أكتوبر. مش موجود في أكتوبر ولا حدائق ولا أكتوبر الجديدة بالنسبة لإيه؟ لأول مرة. طب القاهرة برضو فين أول مرة؟ القاهرة مفيش أول مرة. ولكن في محافظات محافظتك أي محافظة موجودة من ضمن المحافظات دي قدم بلا تفكير. قدم. أولا أسعار الشقق اللي هي 850,000 و900 دول للمدن الجديدة، المحافظات أقل. طب أنت قدمت. طب أنت إيه قدمت وما جاتلكش؟ مش وارد تبقى ليك أولوية. لو أنت قدمت في المحافظة بتاعتك وما جاتلكش مش وارد يبقى ليك أولوية. ما أنت هيبقى معاك إيصال سحب برضه في الإعلانات القادمة. فبالتالي الناس اللي هي محافظاتها نازلة أول مرة زي مين؟ زي المنيا في بني مزار، أسوان في إدفو وكومومبو، بني سويف في العلمة وبني سليمان، في أسيوط البداري، في أسيوط ساحل سليم، الأقصر في أرمنت. وموجود أعداد وحدات مش كبيرة 400 و500 و300. وموجود في الجيزة في العياط 1860. الفيوم موجود فيها 1400 شقة، والفيوم برضو تانية 1140 شقة. المنوفية خلي بالكم المنوفية دي كويسة. ليه الناس ما تفكرش في موضوع المنوفية ده؟ من أهالي المنوفية فرصة. مركز السادات، الدير والأغماس والصوامع، المنيا، المطهرة، قنا أبو تشت، وقنا تاني أبو تشت، وقنا الوقف، وقنا قوس. كل الأماكن دي يا جماعة يحق للناس اللي هم أول مرة يحجزوا. وعندي البحيرة والوادي الجديد والدقهلية دي تستلمها بعد 3 سنين. وحدات تستلمها بعد بعد 3 سنين. البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح. شقق مطروح برضو دي جميلة. والبحر الأحمر ودمياط. دمياط فيها البحر الأحمر الغردقة فيها الناس اللي كانت بتسأل على الفرص لو أنا أول مرة أهي فرص أهي. هي مطروح دي مش فرصة؟ لا فرصة. كل اللي أنا بقوله ده بالنسبة لأول مرة. طب لو أنت تكميلي، رأيي الشخصي راجل يعني في ناس الحمد لله بتحترمني وبتعزني وبتثق في كلامي. قدم ليه؟ مش عشان خاطر خلي بالك ان الدنيا لقطة وان الدنيا
رائعة وان الدنيا ببلاش، لا لا خالص، وان الدنيا اكيد انها هتيجي، لا. قدم عشان خاطر انت 50,000، وقول تاني 500 جنيه مصروفات، 150 و 350، وشوية مصروفات تانية ولا حاجة ممكن تعملها، بس بتدي لنفسك ان انت عملت اللي عليك. هو 50,000 لو اتحطوا في البنك شهرين عبال لما يعملوا الفرز والأولوية 3 أشهر، هيعملوا كام؟ ما هي بالعقل. الفايدة التوفير هنتكلم نقول دلوقتي مثلا ايه، قول 15%، يعني 50 دول يعملوا كام يا جماعة؟ يعني 50,000 المفروض في السنة كلها، في السنة يعملوا 7,500 جنيه في السنة. طب اقسم بقى على ال 12، هيبقوا حوالي 800 جنيه، 700 جنيه، قول 700 جنيه، 700 جنيه في 3 شهور. ده انا بقول لكم استغلال فلوسكم هم عشان خاطر كل الناس، يعني بنتكلم في حوالي 1500 2000 جنيه، والفلوس تبقى قاعدة عندهم. ده وفي ناس اصلا حاطه الفلوس في بيتها، ولا حطها في بنك، ولا حطها في اي حاجة. فانا هروح اجرب، والله جت تمام، خير وبركة، الحمد لله. وليه الحمد لله؟ مش عشان هي رخيصة، عشان اللي جاي احنا مش عارفين عامل ازاي. اللي جاي احنا مش عارفين. طب انت مش معاك، انا واحد يا عم ده انا معاش، خلاص يا سيدي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت حاولت وسعيت ان انت تحسن من حياتك، ولكن ظروفك ما سمحتش، خلاص. لا ضميرك يلومك ولا اولادك يلوموك، ما انت عملت كل اللي تقدر عليه، قدمت وما حصلش، وجيت تقدم في جديد لقيت القسط الربع سنوي 12 و13، وانت مرتبك اصلا 5000 جنيه، هتدفعه ازاي؟ لا يبقى شكرا، انا مش هقدر اكمل معاكم الا لو انت لك مصادر اخرى دخل. انت اضرب حالك، انا مش ضرايب جاي احاسبك، ده انا جاي اساعدك، ده انا جاي ايه، اساعدك. كل امنيتي ان الناس تبتدي ترتب امورها، ترتب ايه، امورها. واللي شايف انه عايز يتوكل على، ان كنت اول مرة من ضمن هذه المحافظات، انا بقول لك متفكرش، خد القرار، تواصل معانا يا عم نساعدك بمقابل ما من جملة المصاريف. معلش، الموضوع بيبقى مسؤولية على كتافنا احنا، خلي بالك، يعني انت بتسيب لنا الطلب بس احنا بنتولاه بالكامل، وبنعمل معاك المحاولة. مفيش حاجة اسمها حاجة مضمونة 100%. اي حد يقول لك انا هجيب لك شقة من الاسكان بضمان 100%، ده بينصب عليك. احنا بنساعدك في الخطوات، بنساعدك في التقديم. فانا هنا مهم كل الناس اللي هي متابعانا تبقى عارفة بجد، لو انت اول مرة ومن ضمن المحافظات دي قدم. لو انت تكميلي ومعاك الفلوس وتقدر تدفع الاقساط الربع سنوية، قدم، مش هتخسر كتير. جت تمام، ما جاتش معلش، خسرت فايدة 50,000 اللي هم هتلاقيهم كلام فاضي كلهم، هتلاقيهم ايه، كلام فاضي كلهم. اتمنى كل الناس اللي هي متابعانا تتابعنا الفترة اللي جاية دي، هننزل كل الخطوات اللي حضرتك لازم تقوم بيها، وان شاء الله الفترة اللي جاية دي تكون فترة عمل، وفترة تحقيق احلام لجميع المواطنين. اشوفكم على كل خير، شكرا ليكم، والى اللقاء كل متابعينا الكرام.